السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع بعض. هنتكلم مع بعض عن حاجة جديدة تقريبا محدش عملها قبل كده أو حد تطرق للموضوع ده. كل فترة بيجي يقول لك فلاتر هتموت. خلاص ما عادش في مستقبل لفلاتر. آه طبعا يعني حاجة زي دي بتلفت انتباه أي حد جونيور أو أي حد ميد لسه بيبتدي الكارير بتاعه. فبس انا جيت في الفيديو ده ارد على الموضوع ده بس من اتجاه تاني. انا جيت اتكلم فيه من منطلق، خلينا بافتراض ان فلاتر خلاص يعني قفل واحنا كلنا قعدنا في البيت. طبعا بغض النظر ان يعني في كود بيس كبيره جدا جدا ومشاريع كتيره اتعملت وعليها ملايين اليوزرز شغالين بفلاتر، فعم يمنتينوا الكلام ده او ينقلوا للفريم ورك الجديد اللي جه. آه، احنا هل الموضوع خلاص كده هيبقى قفل ولا اصلا ده هلس وده مش هيحصل يعني؟ انا بقى زي ما قلت لك انا هرد من الموضوع ده من منطلق تاني، منطلق ان انا هجيب 3 فريم وركس مختلفين. كل فريم ورك هعمل 3 بروجكتس نفس ال3 بروجكتس بالظبط. هيبقى بروجكت بسيط بس هستخدم فيه اي بي ايز، هستخدم فيه كاش، هكايش داتا على الفون. حاجه بسيطه بس عاوز اوضحها لك ان الموضوع مش مختلف كتير، وان انت لو عندك او لو انت فاهم فلاتر بشكل صح او اي فريم ورك بقى، مش هتكلم على فلاتر بشكل عام. او لو انت فاهم اي فريم ورك بشكل صح او انت سوفت وير انجينير صح، فكره ان انت تسويتش على فريم ورك تاني، النولج بتاعتك دي هتساعدك جدا جدا. يعني مش عايز اقول لك الحاجه اللي تاخد من الناس شهر وشهرين، انت ممكن في اسبوع خلاص. ما انت عندي يعني مثلا لما هتيجي تتكلم على توبيك مثلا وليكن الاساسي اللي معانا، طيب البيزكس والاو بي، طب ما انت فاهمها هتختلف من في ايه، سينتكس بسيط بين اللغات. آم، خلينا نتكلم مثلا على الستيت مانجمنت، طب ما انت فاهم اللوجيك بتاعها. خلاص انت هتستخدم تول تانية ماشي غير اللي انت بتستخدمها، فالموضوع بالنسبة لك هيبقى سهل. فده اللي انا هوضحه معاكم. احنا النهارده هنعمل زي ما قلت لكم 3 بروجكتس ب 3 تولز. هستخدم ال الاندرويد نيتف، وهستخدم الرياكت، وهستخدم فلاتر. وهوريكم، هنبدا بروجكت مع بعض، وهوريكم ايه التشابه. يعني انت اصلا لما هتدخل هتشوف ان التشابه كبير جدا، هو اختلاف سينتاكس. ما بقولكش قبل ما نبدا برضو ان انت هتروح للاندرويد نيتف مثلا هتبقى زي واحد لو انت شغال فلاتر بقالك مثلا 5 سنين، هتبقى زي حد شغال اندرويد نيتف 5 سنين اول ما تسويتش. لا، انا بقولك النولج بتاعتك هتبقى كويسه، والليرنينج كيرف بتاعك هيبقى سريع جدا، هيبقى الموضوع بالنسبه لك مش صعب خالص. آه، فخلونا نبتدي مع بعض على طول عشان ما اقعدش اطول في الرغي. يعني ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش عامل، عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده وتساعدنا على ان الكونتنت بتاعنا ينتشر اكتر. ادخل على الفيديوهات هتلاقي اكيد معلومه جديده تستفيد منها ان شاء الله. وهتلاقيني برضو مقسم الدنيا عن في البلاي ليست، هتلاقي كل بلاي ليست متقسمه بحيث انت تقدر تستفيد اكتر من التوبكس الموجوده دي. خلونا نبتدي على طول باول توبك معانا او اول تول هنستخدمها مع بعض. خلونا نبتدي مع بعض زي ما قلت بالاندرويد نيتف. طبعا ده بروجكت جديد، يعني كل اللي انا عملته ان انا كريت بروجكت جديد، وبدات واحده واحده ان انا ان انا ابدا بالفيتشرز بتاعتي والبروجكت بتاعي. أه طبعا انا هسيب السورس كود لل3 بروجكتس. هبتدي بالاندرويد نيتف وبعد كده الرياكت وبعد كده في الاخر فلاتر. طيب احنا لو انت بصيت هنا هتلاقي ان ده الاب بتاعك، ده الاندرويد الاب بتاعنا. دي الاندرويد مانيفست اللي احنا عارفينها كلنا، اللي كلنا بنستخدمها، اي فريم ورك هتلاقيه بيستخدمها عشان يضيف بيرميشنز ويضيف يعني كل الحاجات اللي احنا محتاجينها، او الكونفيجز اللي احنا عايزينها. عاوزين نغير الايكون، عاوزين نغير الاب نيم من هنا. طيب تاني حاجه برضو هتدخل هنا هتلاقيه مقسم لك الدنيا كوتلين اند جافا. طبعا احنا شغالين كوتلين. عاوزك تشوف تقسيمه البروجكتس عندنا. خلينا نقول فولدر اسمه او لاير اسمه الداتا، ولاير اليو اي، واليوتيلز بتاعتنا. دي البريفس هيلبر، دي المسؤول عن ده المسؤول عن الكاش داتا، الداتا اللي انا هخيشها عندي. طيب
خلونا نبتدي الاول، خلينا نروح للبيلد وجرادل. طبعا معظمنا عارفه برضو البيلد وجرادل ده اللي فيه الديبندنسيز اللي انا محتاجها. بص هتلاقي هنا النيم سبيس ده اللي مكتوب فيه الباكج نيم بتاعك. انت طبعا لو شغال فلاتر واتوقع اي فريم تاني، اي فريم ورك تاني برضو، هتلاقي نفسك محتاج يعني بتستخدم الملف ده ان انت تضيف ديبندنسيز وان انت تعدل المينيمم اس دي كي فيرجن والتارجت اس دي كي فيرجن بتاعتنا. وهتلاقي الفيرجن نمبر طبعا بتاعك. هننزل تحت، ايوه هتيجي هنا الديبندنسيز، ده المكان اللي انا بضيف فيه الديبندنسيز اللي انا محتاجها. فانت تلاقيني في البروجكت ده انا مستخدم الريتروفيت. لو انت اشتغلت بيه في فلاتر هتبقى عندك فكره عنه برضو. ده مسؤول عن النتوركينج. عامة انا كل اللي انا عاوزك تعرفه ان المكان ده الديبندنسيز، ده اللي بضيف فيه الديبندنسيز زي الباب سبيك دوت يامل اللي موجود عندنا في فلاتر، لكن بتضيف بطريقه معينه مش شبه الطريقه اللي عندك، بس انت فاهم ان ده الديبندنسيز اللي البروجكت بتاعي محتاجها. تمام. تعال بقى للكود نفسه، الكود بتاعنا. انت لو هتلاقي الدنيا متقسمه هنا ازاي. عندنا الداتا لاير، هتلاقي فيه الاي بي اي فولدر اسمه الاي بي اي، في الاي بي اي سيرفيس، ده المسؤول ان انا اروح اعمل النتوركينج الموجود عندي لوجن، وعندي اي بي اي بيجيب البرودكتس. تيجي نشوف البروجكت مع بعض الاول. ده البروجكت لوجن، ده بروجكت بسيط خالص. هيحمل، هيجيب لك البرودكتس الموجوده عندك. موضوع بسيط بس في الحاجات الاساسيه، في الحاجه الاساسيه اللي انا هحتاجها. طيب فانا عندي لوجن وعندي البرودكتس اللي انا بجيبها. طبعا سسبند دي مثلا زي ما قلت لك ده هيبقى اختلاف سينتاكس مش اكتر. يعني سسبند دي حاجه شبه الفيوتشر عندنا، حاجه شبه البروميسز في لغات تانية، اللي هو انا الاسينكرونس بروجرامنج، ان انا مستني الداتا ترجع لي، لان الريكوست بياخد وقت عما يرجع الداتا عندي. عامه عندنا اللوجن وعندنا الاي بي اي اللي بيجيب البرودكتس اللي موجوده عندنا. عندنا بنبعت في الريكوست بادي وبيرجع لنا ريسبونس. بنحط نوع هنروح للمودلز دي دلوقتي. طيب وعندنا الريتروفيت انستنس، ده الانستنس بتاعنا اهو، حاطين فيه البيز يو ار ال بتاعنا اللي هنقول منه الاي بي اي. وبستخدم كونفرتر فاكتوري، ده اللي هو بيعمل من الاخر فروم جيسون تو جيسون، حاجه شبه دي عندنا في الفلاتر او الدارت. طيب المودلز بتاعتنا هتبقى ايه؟ اللوجن ريكوست اللي احنا لسه متكلمين عنه. اليوزر بيضيف اليوزر نيم بتاعه والباسورد، فانا ببعتهم في البادي. اللوجن ريسبونس، الاي بي اي بتاع اللوجن بتاعنا بيرجع التوكن. وعندي البرودكت، ده البرودكت اللي انا هجيبه، في شويه ديتيلز انا محتاجها. التايتل، عند الاي دي وعند التايتل والبرايس والديسكريبشن والكاتيجوري. طيب وعندي الريبو بتاعي، ده المين ريبو. المين ريبو ده اللي فيه الميثودز اللي بيستخدمها من ريتروفيت. بروح هنا بقول له انا هيبقى عندي ميثود اسمها لوجن، هي اسينكرونس، ببعت فيها اليوزر نيم والباسورد، وبروح استخدم الريتروفيت انستنس في ان انا اعمل لوجن، وببعت الريكوست بتاعي. وعندي ميثود الريبو التاني بيبقى عندي الجيت برودكتس، نفس الكلام، بس بروح اجيب الجيت برودكتس اللي موجوده عندي. طيب كده خلصنا من السيشن الداتا. هل انت شايف في حاجه مختلفه، في حاجه مخوفاك في الكود؟ يعني انت لما تيجي تتعلم حاجه زي كده هل الموضوع هيبقى غريب بالنسبه لك؟ انا عندي دلوقتي بستخدم الريتروفيت تول دي ان انا اعمل النتوركينج اللي عندي. هيبقى عندي بوست ريكوست، الاند بوينت اسمها اوث لوجن، وعندي الجيت ريكوست في البرودكتس. طيب عندي المودلز بتاعتي، هل فيها حاجه مختلفه؟ يعني السنتكس مختلف، بس ده حاجه ما تخوفكش خالص. يعني حاجه مش يعني حاجه مش بسيطه خلاص. انت قلت داتا كلاس، ده هيبقى نوعه داتا كلاس. بحط الفال يوزر نيم، بحط التايب سترينج، فال باسورد التايب سترينج. وانت طبعا لما تيجي تتعلم فريم ورك جديد او لو احتجت الحاجه زي كده هتعرف يعني ايه فال دي كسنتكس، هتعرف يعني ايه داتا كلاس دي. انا مش متطرق معاك في شرح الحاجات دي، مش داخل اشرح لك اندرويد نيتف. انا عايز اقول لك ان الموضوع مش حاجه مبهمه. يعني انت ما بتروح تتعلم حاجه جديده انت بتبداش من الصفر خالص، انت مش كل حاجه مش فاهمها، لا ده انت تقريبا 70% 80% من الحاجات انت فاهمها. كل التوبكس انت معظمها انت هتبقى فاهمها. طيب كده احنا خلصنا من الداتا لاير اللي عندي. تعال نروح لليو اي. عندنا اللوجن سكرين. تعال نبص، بتستخدموا حاجه اسمها الجيت باك كومبوز عشان يبنوا اليو اي. دي حاجه ديكلاريتيف شبه طريقه بناء اليو اي عندنا.
هو عامل فانكشن، الفانكشن دي بترجع لي اللوجن سكرين، ببعت فيها الفيو موديل بتاعي. الفيو موديل ده خلينا نقول هو الكيوبيت بتاعك في فلاتر، او لو انت شغال انت ممكن تكون بتسميه اصلا في فلاتر فيو موديل برضو عادي. وعندك كول باك في اون لوجن سكسس، لما يحصل سكسس للوجن اعمل ميثود معينه. خلونا نبتدي واحده واحده. هو هنا بيجيب لك التوكن اللي موجود في الفيو موديل، ولو في ايرور بيظهره. دي مثلا طريقه ان احنا نهندل الستيت مانجمنت عندنا. بتقول var يوزر نيم مش عارف ايه باي ريمبر ميوتابل ستيت اوف، وبتبدا تتعامل يعني الستيت عندك، بتبدا تهندل الستيت عندك. طبعا انا ضايف هنا اليوزر نيم والباسورد ستاتيك عشان يعني مش عاوز اكتبهم انا يدوي الصراحه، فضفتهم هنا بحيث ان اول ما ادخل اقوم عامل لوجن على طول. طيب عندنا مثلا يعني زي ما قلت لك مش هشرح كل حاجه، انا عايز اقول لك ان هي احنا مش بعيد. يعني اهو ده مثلا حاجه كولوم، دي حاجه شبه الويدجت كولوم اللي موجوده عندنا اصلا في فلاتر. حد بتقول لها انا عاوز اخد الفيل ماكس سايز، املي لي الشاشه من الاخر. هيبقى عندي بادنج 16، والفيرتيكال الاينمنت هيبقى سنتر. ده اللي هو الكروس اكسس الاينمنت. انا يعني انا فهمتها من غير ما محتاج، يعني بتهيألي مش محتاجه. وجواها جوه الكولوم ده عندنا في فلاتر بنكتب شيلدرن نبدا نضيف الويدجتس بتاعتنا، لكن هنا لا، هو هنا بيكتبها السنتكس بتاعته هي بالطريقه دي. فهتبتدي حط تكست الاول، وبعدين حط سبيسر، حط الهايت بتاعه 20، احنا هنا في ماشي. وبعد كده عمل اوتلاين تكست فيلد، ده التكست فيلد بتاعي. قال لك الفاليو بتاعتها تبقى جايه لي من اليوزر نيم اللي هو ده، واون فاليو تشينجد اللي موجود عندنا ده الاي تي، ده الفاليو اللي اليوزر كاتبها. عندي الليبل مش عاوز اشرح، بس عامه عندنا 2 تكست فيلد، واحد لليوزر نيم واحد للباسورد. وعندنا باتن لما يضغط عليه هيروح يقول في الفيو موديل اللي انا هنشوفه مع بعض دلوقتي الميثود بتاعه اللوجن. تعال نروح بقى للفيو موديل بتاعنا. لو جينا هنا هتلاقي كلاس اسمه فيو موديل، بيحتاج الريبو بتاع المين ريبو بتاعنا اللي احنا عملناه، اللي هو اللي انا فرغته لكم، اللي هو هيبقى فيه اللوجن والجيت برودكتس، وبيكستند من حاجه اسمها الفيو موديل. ده الفيو موديل دي بيستخدموها عندهم في الداتا فلو. احنا بنستخدم الكيوبيت، بنستخدم البوك من اي ستيت مانجمنت. هم عندهم الفيو موديل ده بيساعدنا في فكره الداتا فلو بين اليو اي والسكرينز اللي موجوده عندنا. بيبدا يقول لك هنا بيجيب التوكن لو في توكن حافظينه يعني او كده. لا ده اللي احنا لسه بره. عامل اللي هو الفاريبل بتاع التوكن. هنعمل ايه؟ اشيل دي. الفاريبل بتاع التوكن والفاريبل بتاع الايرور عشان لو حصل ايرور عندنا. والميثود عندنا بيعرف فانكشن بيقول لوجن هيبقى فيها يوزر نيم وباسورد، وبيقول له فيو موديل سكوب دوت لانش. هيبدا يقول له تراي كاتش اللي احنا عارفينها. هروح اقول له استخدم الريبو اللي انا بعته لك ده في ان انت تعمل لوجن. لو الريسبونس سكسس خلي التوكن فاليو هي التوكن اللي انت جايبها من البادي بتاع الريسبونس بتاعي. لو في مشكله قول لي في ايرور وابعت لي الكود بتاع الايرور. مش اكتر من كده. هتروح على اللوجن سكرين مفيش فيه اكتر من كده خلاص. يعني هل دي حاجه صعبه عليك؟ يعني انا شايف لو انت اشتغلت سنه واحده في فلتر او اشتغلت، انا حتى هقول لك اي فريم ورك تاني موبايل، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك مش مختلف قوي. طيب تعال نروح للبرودكت، هتلاقي برضو البرودكت سكرين. هتلاقي بيجيب برضو بعت الفيو موديل في الكونستراكتور بتاع كبارامتر للفانكشن بتاعت البرودكت سكرين دي، وجايب البرودكتس اللي موجوده عنده في الفيو موديل ونفس الايرور برضو. وبيقول له في الاول روح فيتش البرودكتس اللي موجوده عندي. عندنا كولوم انا تكست وبعدين مسافه. لما يبقى في لودنج اظهر السيركلر بروجرس انديكيتور، لو في ايرور اظهر الايرور عندك، وبعدين استخدم الليزي كولوم. الليزي كولوم ده عارف انت الليست فيو دوت بيلدر عندنا، ده اللي هو ما ترندرش اليو اي غير لما يبقى موجود عندك على السكرين. وبعدين ايتمز بيلف عليهم برودكت زي ما احنا بنعمل برودكت دوت ماب عندنا في فلتر، هتلاقيه هو بيعملها بالطريقه دي. البرودكت فيو موديل نفس الكلام، مش هتلاقي حاجه مختلفه. يعني انا يعني مش متخيل ان انت هتلاقي حاجه غريبه جدا عليك انت مش فاهمها خالص. نادر جدا لما يحصل حاجه زي كده. ده البريف هيلبر، ده
ده المسؤول عن الكاشنج، عشان احنا اما اليوزر بيعمل لوجن اول مره بنفضل مكيشين الموضوع ده عشان لما يدخل تاني ما يحتاجش ان هو يلوجن تاني. بقول لك context.getSharedPreference بتحط النيم ده السيف. تعال نجيت كده بريف نيم بوت لا معلش بريفs.edit.put string اهو التوكن الكي والفاليو. هل ده مش الشبه اللي احنا بنستخدمه عندنا؟ هو يعني زي ما قلت لك هقعد اعيدها تاني، هو اختلاف سينتاكس مش حاجه مختلفه عن كده. معلش سيبوني بقى اطول في الفيديو ده براحتي يعني انت بقى عدي براحتك، بس اهم حاجه الفكره توصل. طيب وده المين اكتيفيتي، ده نقطه البدايه عندنا في البروجكت. هو بيجي هنا بيجيب اهو بيقول البريف هيلبر جيت التوكن موجود، هيجي هنا بقى في السيت كونتنت ده لو التوكن موجود وديه على صفحه، لو مش موجود وديه على صفحه اللوجن. طب لو موجود وديه على صفحه البرودكتس على طول. حاسس ان الدنيا واضحه. انا بادئ ببروجكت بسيط عشان اقول لك مفيش قلق خالص، احنا كلنا واحد يعني، كلنا يعني كل الفريم ورك اصل هم هيخترعوا حاجه منين؟ يعني هيجيب حاجه منين يخترعها ويعملها بطريقه مختلفه او جديده عندك؟ ده نادر جدا لما يحصل، وهنشوف ده لما نيجي نشتغل على الرياكت، وهنشوف ده برضو لما تيجي تشتغل على فلاتر لو انت ما اشتغلتش فلاتر قبل كده. الموضوع مش لغز يعني او حاجه. طيب زي ما قلت لك انت عاوز تتعمق اكتر، انا هسيب لك السورس كود بتاع البروجكت ده في الديسكريبشن بتاعت الفيديو، بحيث انت تدخل تلف وتبدا تشوف وتبدا تبقى مرتاح اكتر او فاهم اكتر ان انت سوفت وير انجينير، انت مش مش حد حافظ كلمتين بتضيفهم عشان تشتغل. وهقول لك على حاجه برضو، يعني لو انت سوفت وير انجينير صح، احنا بنروح نجيب الداتا منين؟ احنا بنروح نجيب الداتا من الاي بي ايز. الباك اند بيروح بدل ما بيقول الداتا من الاي بي، انا عارف ان انا عامل لها ابستراكشن كبيره قوي وان ده مبالغه، بس يعني لو انت سوفت وير انجينير صح، معلوماتك او الاركتكتشر نوليدج بتاعتك اللي موجوده وازاي تتعامل مع الكود هتبقى مساعده ليك لو انت رايح من تراك زي الموبايل مثلا للباك اند. هتلاقي نفسك بتنظم الدنيا صح، هتلاقي نفسك بتشتغل صح، وكده كده النوليدج بتاعتك هتساعدك. كده انا خلصت الاندرويد نيتف. ده البروجكت زي ما قلت لك هو لوجن زي ما عملنا مع بعض في الاول، وفي سكرولنج عندنا البرودكتس، مش اكتر من كده. خلونا نبتدي بتاني فريم ورك معانا وهو الرياكت. خلونا نروح مع بعض كده نقفل بقى البروجكت ده ونروح على الرياكت. طيب خلونا نبتدي بتاني فريم ورك مع بعض وهو الرياكت نيتف. طيب تعال نشوف الرياكت نيتف ده بقى هل هيبقى مختلف ولا لا. تعال نفتح المشروع زي ما فتحنا اهو، تعال نعمل لوجن اهو، دخلنا على صفحة البرودكتس. مفيش حاجة جديدة، انا كنت قاصد ان اعمل كله شبه بعضه او متشابه جدا يعني. طيب تعال نشوف بقى الاستراكشر بتاع البروجكت ده عامل ازاي. هتلاقي ان انا مقسم الدنيا. عندنا السورس ده انا ضايف فيه الاي بي اي والكومبوننتس اللي موجوده عندي. خلينا نقول الكومبوننتس دي حاجه شبه الويدجتس عندنا، يعني هي مسميات يعني عامه عشان هو ده تايب سكريبت عام، يعني الكود ده معمول بتايب سكريبت. الاندرويد نيتف كان كوتلين. عندنا المودلز، عندنا النافيجيشن هنا، وعندنا الريبو بتاعنا، وعندنا السكرين، وعندنا الفيو موديل. طيب زي ما بدأنا في الأول نقول الديبندنسيز بتاعتنا تبقى موجودة فين؟ هنا الديبندنسيز موجودة في ملف اسمه الباكج دوت جيسون اهو. مستخدمين دي للنافيجيشن مثلا، مستخدمين اكسس ده في النتوركينج، وفي بعض بقى الباكجات المستخدمة كده كده عندنا في الرياكت. طيب تعالوا نبتدي مع بعض بأول حاجة زي ما بدأنا. تعالوا نروح للاي بي اي اهو. هنا مستخدم مثلا حاجة اسمها الاكسس ده دي حاجة شبه الريتروفيت، يعني طبعا مش شبه الريتروفيت، حاجه شبه الدايو عندنا كده. مثلا انت بتديها البيز يو ار ال وبتديها الهيدرز الاساسيه، حاجه شبه الدايو والاتش تي تي بي. ده المسؤول عن النتورك عامه. حاطين ليها البيز يو ار ال بتاعنا اللي هو الفيكس ستور اي بي اي اهو. حتى انا بصي شات جي بي تي اهو فضحني طبعا بستخدم شات جي بي تي عشان يساعدني في الحاجات دي، عشان ما اخدش وقت اكتر، وعشان برضه ما عنديش نولج كبيره في الموضوع ده. طيب عندنا الكاستم باتن محتاج ما استخدمناهوش، استنى هو عمله تحت ماشي. مثلا المودلز بتاعتنا اللوجن ريكوست اهو، هنا نفس الكلام اكسبورت انترفيس بعت فيها اليوزر نيم والباسورد. هنا اللوجن ريسبونس بعت فيه التوكن. النافيجيشن هنا مستخدم
حتى تلاقيهم عاملين امبورت للنافيجيشن لايبريز اللي احنا محتاجينها اللي تبع رياكت. هي ستاك برضو زي فلاتر عندنا حتى تلاقيها. بص بقى الطريقه، عامل هنا النافيجيشن كونتينر وفي اللوجن ليها نيم، وده الكلاس نفسه اللي احنا مستخدمينه اللي هنشوفه مع بعض. ده مش شبه عندنا جو راوتر او حتى الطريقه العاديه النيتف اللي احنا بنستخدمها في الراوتنج عندنا في فلاتر شبهها. فالموضوع مش بعيد خالص. طيب الريبو بتاعنا اكيد اهو هيستخدم الاي بي اي كلاينت اللي هو اللي مستخدم اكسس اللي هناك، ان انا اعمل بوست ريكويست. الاند بوينت اهي هيرجع لي لوجن ريسبونس وبعت في البادي لوجن ريكويست. اهو هنا مستخدم بروميس. البروميس ده حاجه شبه الفيوتشر، حاجه شبه السسبند عندك عندنا ده في الاندرويد نيتف. فهو توبك يعني، هي زي ما نقول ايه توبكس او نوليدج. انت عشان تعمل اسynchronous هتستخدم ايه؟ والله عندنا في فلاتر بنسميها فيوتشر، عندهم هنا في الرياكت نيتف مسميها بروميس، عندنا يعني في الاندرويد نيتف بنستخدم سسبند. فاختلاف مسميات يعني، هفضل اقول الكلمه دي كتير. وهنا الاي بي اي بتاع جيت برودكتس نفس الكلام، سهله برضو. طيب تعال نروح للسكرينز عندنا، ولا نروح للفيو موديل الاول؟ تعال نروح للفيو موديل. عامل ده الفيو موديل بتاعنا، هو مستخدم الرياكت هنا ده عشان يمانج الستيت. يعني دي طريقه الستيت مانجمنت عندهم يعني. فهتلاقيه في اللوجن في الميثود بتاعت اللوجن هتلاقيه بيعمل ايه؟ سيت لودنج بترو. احنا بنروح احنا نإميت وبنهندل الدنيا اكتر بطريقه تانية عندنا في فلاتر. فبنقول له الستيت بتاعت اللودنج اعمل لها إميت. ده لو انت بتستخدم الكيوت. لو انت بتستخدم اي ستيت مانجمنت تانية سهله برضو، ممكن عن طريق بروفايدر بفاريبلز عاديه، وبروح انوتيفاي الليسنر. هي بتعمل نفس الحاجه، واروح اقول له الريبو بتاعي روح اعمل بيه لوجن، وبعدين سيت التوكن، احفظ التوكن عندي في الشيرد بريفرنس او في الكاش يعني بتاع الجهاز بتاعي، ولو في ايرور سيت الايرور بكذا، وسيت اللودنج بفولس بعد لما يخلص، وبعدين اعمل لي ريتيرن كل الحاجات دي. تعال نروح لللوجن سكرين. اللوجن سكرين تعال نرجع. انا عاوز اظهر الفيو. هو بقول لك ده هيبقى فيو. عندك تكست في الاول هيبقى اسمه سيمبل شوب لوجن. عندنا تكست انبوت اسمه اليوزر نيم، وبنحط الفاليو بتاعته اليوزر نيم بتاعتنا، اكيد احنا معرفينها فوق. طبعا هضيفها برضو ستاتيك هنا عشان اعمل لوجن على طول زي ما عملنا، والباسورد. ولو لودنج اكتيفيتي انديكيتور ده اظهر لودنج عندك، لو غير كده اظهر اللوجن. ولما يبريس الباتون ده روح هاندل اللوجن بتاعي. طبعا هاندلنج الستايل والحاجات دي انت حاجات هتكتسبها لما تبدا تتعمق في الفريم ورك. انا مش هدفي اعلمك زي ما قلت لك الموضوع، انا هدفي اعرفك او اكد لك معلومه ان كله قريب من بعضه جدا، مفيش حاجه مختلفه. طيب هو عامل هنا البرودكت ماشي، عامل انترفيس بالبرودكت اهو. ده البرودكت سكرين، بيروح يقول له هات لي البرودكتس اللي موجوده عندي في الفيو موديل بتاعنا. في الاول يوز افكت فيتش برودكت، بيروح ينادي على اول ما بيبدا بيروح ينادي على البرودكتس اللي موجوده عندي، وبعدين بسيت البرودكت داتا بالداتا اللي جايه لي. وهنا لو لودنج يظهر لي اكتيفيتي انديكيتور، ده المسؤول عن اللودنج عندي. لو في ايرور يظهر لي الايرور، لو في ايرور يظهر لي الايرور. هنا يظهر لي فلات ليست، ده ليست اهي بديها الداتا اللي هي البرودكتس. ده حاجه زي ده الكي عندي، كل ايتم بيبقى ليه كي. واهو الريندر ايتم لف عليهم برودكت وابدا ضيف صوره، حط لكل واحد صوره، حط لكل واحد التايتل والبرايس بتاعه. وده الستايلز بتاعتها بتعرفها بطريقه معينه، انت هتعرفها لما تيجي تتعلم حاجه زي كده. فبتهيألي كده انا يعني انت فهمت ايه المقصود او ايه اللي انا اقصده بالمواضيع دي. طيب خلونا نرفع ده برضو على الجيت هاب الببلش بانش. خلاص تمام، هو ده البروجكت. طبعا انت اتفرجنا عليه مع بعض. هيجي الدور على فلاتر وهوريكم فلاتر. انا عارف ان معظم الناس اللي متابعاني عارفه فلاتر، بس كمل برضو
عشان يبقى واضح بالنسبه لك الفرق ايه او الدنيا ظاهره عندك ازاي. نيجي بقى للفريم ورك الاخير والفريم ورك بتاعنا، وهو فلاتر. ده انا بعرضه لاي حد. طبعا اللي متابع فلاتر او اللي بدأ في فلاتر هيبقى الموضوع بالنسبه له بسيط، ممكن حتى ما يكملش الفيديو، انا بقول لك ما تكملش يعني، مش هتلاقي حاجه مختلفه. لكن لو حد لسه ما عندوش فكره عن فلاتر، انا جاي برضه اقول لك ان فلاتر شبه الفريم وركس الثانيه. طيب خلونا نبدا على طول. هنعمل لوجن عادي خالص. عمل لوجن، ظهر البرودكت زي باقي الفريم وركس. حلو، تعالوا نبص بقى مع بعض على السورس كود عشان نخلص بسرعه. اول حاجه عندنا، احنا قلنا ان الرياكت ليها المكان اللي بنضيف فيه الديبندنسيز، والاندرويد نيتف برضو اللي هو البيلد جرادل. هنا عندنا الباب سبيك دوت يامل بنضيف فيه الديبندنسيز بتاعتنا. يعني احنا هنا محتاجين الدايو ده عشان نعمل نتوركينج، والفلاتر بلوك ده عشان الستيت مانجمنت الموجوده عندنا. ف ده هو المكان اللي بتقدر تضيف فيه الديبندنسيز. طيب تعالوا نبتدي واحده واحده زي ما ابتدينا اهو. عندنا ده مثلا الفولدر بتاع الداتا في الاي بي اي. الاي بي اي سيرفيس بتاعتنا مستخدمين الدايو، عاملين انستنس ومحددين البيز يو ار ال بتاعنا، واللي عاملين الاثنين ميثود بتاعتنا، الواحده بتاعت اللوجن وبتاعت اللي بتجيت البرودكت، دايو دوت جيت برودكت. ودي هنا بنعمل لها كونفيرت من جيسون اوبجكت ل لكلاس يعني. خلونا نروح مع بعض. عندنا هنا اللوجن ريكوست، ده اللي بنبعته في البادي، اليوزر نيم والباسورد في اللوجن. وهنا لوجن ريسبونس، ده اللي بنبعته في ده اللي الريسبونس اللي بيرجع لنا من اللوجن. وعاملين فروم جيسون، ده فاكتوري فروم جيسون عشان نكونفيرت الداتا اللي جالي دي لكلاسز نقدر نتعامل بيها او مودلز نقدر نتعامل بيها. والبرودكت نفس الكلام، كلاس والكونستراكتور بتاعه، وبنكونفيرته لكلاس عندنا او موديل عشان نقدر نتعامل بيه. طب وده المين ريبوزيتوري، هتلاقيه بيستخدم الاي بي اي سيرفيس بتاعته. طبعا اللي بيستخدم فلاتر عارف ان حاجه زي دي غلط. وهتلاقينا برضو ما استخدمناش في البروجكتس التانية ديبندنسي انجكشن، بس انا عاوز ابين بشكل مبسط. يعني بنستخدم الاي بي اي سيرفيس بتاعتنا ان احنا نعمل لوجن عشان ترجع لنا التوكن، والجيت برودكتس برضو بتروح تنادي على الجيت برودكت. لو تلاحظ هتلاقي بنستخدم هنا الفيوتشر. التانية البروميس، الرياكت كانت بروميس والاندرويد كانت سسبند، بس نفس الكونسبت. احنا عندنا داتا هتاخد وقت عشان ترجع، فانا محتاج استناها لما ترجع وبعد كده اخد الداتا دي اقول لك اتفضل الداتا اللي موجوده عندك. طيب اليو اي عندنا عندنا ده اللوجن سكرين، طبعا ضايف اليوزر نيم والباسورد في الكنترولرز بتاعتي. ده الكنترولرز اللي انا بضيفها في التكست فيلد. وده البروفايدر بتاعي. هتلاقي الدنيا عندنا الويدجت بتاعت السكافول دي، بقول له اعمل لي سكرينه كامله بيبقى ليها اب بار وبوتوم شيت وكل يعني زي ما تحب، وليها بادي. البادي بتاعنا انا بروح اقول له لما تبقى الستيت لودنج اعمل سيركلر انديكيتور، اعمل لودنج يعني. لما يبقى غير كده عندي كولوم، الكولوم فيه شايلد، في شيلدرن قصدي، فيها تكست تحته سايز بوكس. لو تلاحظ ده شبه الاندرويد نيتف. ازاي كان ده اسمه تكست برضو، وده كان اسمه سبيسر، والكولوم كان اسمه كولوم بس كانت بتضاف في كيرلي براكتس كده. فنفس الكلمه اللي انا بقولها من اول الفيديو، نفس الكونسبت. وعندنا ده مثلا سايزد بوكس كان هناك اسمه سبيسر وبنحدد الهايت. وعندنا تكست فيلد حاطين فيه الباسورد كنترولر بتاعنا، وبرضو اللي فوق هتلاقينا حاطين فيه اليوزر كنترولر بتاعنا برضو. وده البutton بتاعي، لما بيضغط عليه بروح اقول له استخدم الكيوبت، اللي هو الكيوبت ده بمقام الفيو موديل اللي موجود عندنا. بنكستند من حاجه اسمها كيوب، ده اللي بيهندل الداتا فلو بين رايحه جايه يعني بين الموديل، بين الكنترولر او الكيوبت بتاعنا او اليو اي. بروح اقول له اعمل لوجن، باجي هنا اروح اقول له emit لوجن ستيت اللي هو بيحصل عندنا لودنج دلوقتي، وبعدين روح هات لي التوكن، وبعدين emit التوكن ليا. ولو حصل فيلد emit للفيلد اللي حصل ده، الايرور اللي حصل ده. وهتلاقي بيهندل ده هنا في السكرين، بيقول له لو في ايرور اعرض الايرور. لو تعالى نروح على البرودكت سكرين. ده البرودكت كارد، لا انا عاوز البرودكت سكرين.
هتلاقي نفس الكلام. عندي هنا بروح اقول له وانت بتجيت البرودكت، هو بينادي على البرودكت هنا، بيروح يقول له لو الكيس بتاعتك لودنج اعمل سيركلر بروجرس انديكيتور، لو الكيس فيه ايرور، لو في ايرور اظهر الايرور. اللي غير كده اظهر ليست فيو. كانت في الاندرويد نيتف كانت ليزي كولوم، وكانت في الرياكت نيتف مش فاكر الصراحه. بس يعني ارجع للحته اللي انا كنت بشرح فيها البرودكت سكرين، هتلاقيها حاجه شبهها برضه. هنا بيلف على البرودكت، برودكت ويبدا يعرضهم برودكت او كارد موجود عندي. بس يعني مفيش يعني دي مثلا نافيجيشن هنا، مظبطين النافيجيشن، حاطين اهو نيم وفاليو هتلاقيها شبه اللي كانت في الرياكت. ف مش اكتر من كده، هتلاقي كله شبه بعضه. انا متاكد ان انا لو جبت فريم ورك كمان، اصل هو نفس التوبيك، يعني هتعملها ازاي انت بطريقه تانية؟ يعني قول لي انت طريقه تانية او حاجه مختلفه، اختلاف جذري عن الحته اللي احنا بنتكلم فيها دي. هتلاقي الموضوع شبه صعب يعني. هي دي الطريقه المنطقيه ان انا انفذ بيها حاجه زي كده. ده كان فيديو النهارده. هدفي من الفيديو ده مش ان انا اروح اقول لك ان انت تقدر تشتغل رياكت، او ان انت تروح تقدر تشتغل اندرويد نيتف، بس اقدر اقول لك ان انت لو جيت تتعلم ده، لو جيت تتعلم حاجه زي كده، الموضوع بالنسبه لك مش هيبقى مبهم، مش هيبقى صعب. انت بتبداش من الصفر، لا بالعكس، انت هتلاقي عندك نوليدج كبيره جدا 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 اوريدي موجوده عندك. يعني خلاص انت بقى مش هتاخد وقت في انك تفهم مثلا معلومه زي الاسينكرونس مثلا. مش يعني الموضوع بالنسبه لك هيبقى بسيط، وانك تسويتش من فريم ورك لفريم ورك تاني، الموضوع مش هيبقى حاجه غريبه او حاجه مختلفه عنك يعني. انا عارف ان انا طولت في الفيديو ده، اتمنى الفيديو يكون فاد الناس. يعني انا كان ده هدفي من الفيديو، ان انا اوضح على قد ما اقدر، فعشان كده ممكن يكون الفيديو سحب مني. اتمنى الفيديو يكون فاد الناس. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.